الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصوفية وما أدراك ما الصوفية. دجاجلة الصوفية وما أدراك ما دجاجلة الصوفية. عليه من الله ما يستحقون وعاملهم الله بعدله. السبحة بدعة وليست خلاف الأولى كما يقول بعض العلماء، ومن شاء أن يتأكد فعليه بالكتاب الماتع المفيد الجيد للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، السبحة حكمها وتاريخها. العلماء الذين قالوا بجواز السبحة إنما قالوا بجوازها كوسيلة للتسبيح، ولم يقولوا ببركتها أو قدستها أو هي وسيلة من وسائل العلاج، كما يروج له دجاجلة الصوفية الكثر على اليوتيوب. سأختار ثلاث. أولا، الدجال أقولها الخبيث المصري الأفاك الذي يقسم ويكذب على الجهل الخطل الكثر الذين لا يسألون أهل العلم والعلماء أو طلاب العلم. عبد الله السيد الذي دأب على وضع فيديوهات متعلقة بأن الرزق سيصب عليك صبا، يقول اكتب هذه الآية في ورقة سيصب عليك الرزق وستصبح كذا، ضع الحلتيت تحت الوسادة، بخر بهذا البخور في البيت سيأتيك الرزق من حيث لا تدري. شرع للناس صلاة سماها صلاة كن فيكون، وهي صلاة شيعية والعياذ بالله. هذا من أخبث الدجاج إلى اليوتيوب، يحوز في قناته أكثر من 500. والله لولا الخوف من الله لسميتكم بهائم إنسية. لا عذر لكم، لا عذر لكم. دجال يقول لك اقرأ هذه الآية سيرزقك الله، أو بخر بهذا البخور سيرزقك الله، ستجد في خلال يوم أو 3 أيام الرزق الوفير والمال الكثير، وتصدقون هذا المعتوه. هذا ما أقسم بالله، أقسم بالذي لا إله إلا هذا الدجال ماذا يقول؟ يقول أعظم طريقة لجلب الرزق، دائما هو يلعب على وتر. أنا أتحداكم، ألجوا قناته وشاهدوا كم عدد الفيديوهات التي يتكلم فيها عن الرزق وعن المال. جل فيديوهات أو معظم فيديوهات عن المال. حتى بالسبحة يقول أعظم طريقة لجلب الرزق في حياتك والقضاء للتعطيلة والنحوسات وقلة رزقها باستخدام المسبحة، أو هو يسمي المسبحة وهي السبحة. هذا صوفي خبيث يقدس السبحة ويجعل فيها البركة ويعالج بها. والسبحة بدعة، والعلماء الذين أجازوها كما قلت أجازوها كوسيلة فقط، ولم يصبغوها بصبغة البركة أو صبغة العلاج أو. الدجال الثاني هو محمد الأزهري. هذا الدجال ماكر، هذا كذاب أفاك، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويختلق أحاديث موضوعة ويسمي نفسه روحاني. والروحاني في عرف من لا يفهم هو المشعوذ.
فإياك من الروحانيين. هذا الذي يقول أن الشيطان يسكن في تحت الرماد ويسكن في الثياب المعلقة، ويقول بأن كنس البيت ليلا يذهب بالبركة ويجلب الفقر والنحس والهم والغم، ويعتمد على أحاديث لا أقول موضوعة، لا أصل لها، أحاديث لا أصل لها، لا بكتب السنة، لا أصل لها. هذا الدجال محمد الأزهري الذي يحوز في جعبة قناته أكثر من 1,000,000 مشترك، بين قوسين جاهل جهول، يقول بالمسبحة بالمسبحة أسميها ما شئت، فقط أسهل طريقة لتصريف الأعمال والقضاء على السحر التعطيل والعكوسات. الأول قال النحوسات والرزق، وهذا سحر وتعطيل العكوسات. هذا يجعل كذلك بركة في هذه البدعة، يعني بركة في بدعة. بربكم لقد قف شعري من هول ما أشاهده على اليوتيوب، واحترت في نفسي على من أرد لوفرة الغباء والحمقى الكثر الذين يصدقون هؤلاء الأرجاس أهل التلبيس والتدليس. أما الدجال الجزائري الصوفي الخبيث الذي سمى نفسه بالساحر التائب، وهو ليس بساحر وليس بتائب، إنما هو صوفي محترق، يقول بما يقول به الصوفية، وضع هذا العنوان ليستجلب به سذاجة النساء، خاصة النساء. والله الذي لا إله إلا لولا النساء لأغلقوا هؤلاء قنواتهم، أغلقوها واكتفوا بالمكث في البيت، يشاهدون التلفاز أو يلعبون مع الأولاد الصغار. النساء لا كثركن الله عز وجل يا جاهلات يا غافلات يا ساذجات، إلا من رحم الله، إلا من كانت على الهدى واقتفت أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة واستمسكت بغرزهم. المرأة الصالحة هي التي تعتمد على فتاوى العلماء الأجلاء الربانيين الذين يستقون فتاواهم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما الأخريات فعليكن من الله ما تستحقن. يقول هذا الدجال الذي فتح قناة يعلم الجهال الخزعبلات والضلالات والسحر وما يحبه الشيطان ويشتهيه، يقول انتقم من أعدائك بالسبحة. كيف ينتقم من أعدائه بالسبحة؟ هذا وذاك وكثير منهم على اليوتيوب. ولو جئتم اليوتيوب ووضعتم الاستشفاء، وضعتم عنوان يعني جوجل أو اليوتيوب، سترون العجب العجاب. يقول انتقم من أعدائك بالسبحة. هؤلاء الصوفية يقدسون السبحة، يقدسونها، وقد قلت لكم عليكم بالكتاب، عليكم بما قاله الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني فصل فيها
تفصيلا رائعا جميلا بديعا، وخير من ما كتبه الشيخ أبو بكر بن زيد أبو زيد رحمه الله في رسالة جمع فيها تاريخ السبحة وحكمها، وهي مستنبطة من البوذية ومن النصارى، وتلقفها عنهم الصوفية الطرقية، ثم انتشرت انتشار اللهب المعصفر في قلوب وعقول الصوفية. أنا لا أضع لكم الأحاديث، لكن أضع لكم إن شاء الله في صندوق الوصف أثر أبو موسى الأشعري وابن مسعود كي تعلموا خطر هذه البدع التي انتشرت في الأمة وغرست في سويداء قلوب من لا يتبع سبيل الهدى أو الصراط الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. السبحة لا قدسية لها ولا بركة لها، ولا نعالج المرضى بها، إنما هي بدعة، والقول بأنها خلاف الأولى قول مرجوح كما ذكر بعض العلماء. والعلماء الذين أجازوها من باب أنها وسيلة فقط، وسيلة للتسبيح فقط. أما الأفضل والأكمل والأجمل هو التسبيح أنا أتكلم عن التسبيح. أنا أرد هنا على هؤلاء الصوفية الذين يقدسون هذه البدع، لتعلموا وتفهموا وتتفقهوا أن الخطب جلل، وأن هذا الأمر متعلق بالعقيدة، وأنكم على شفا حفرة من الخطر. هؤلاء الدجاجلة يضحكون في وجوهكم وعلى وجوهكم، ويغرسون في عقولكم إن كانت لكم عقول هذه البدع التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فالحذر الحذر، وعليكم بالتوحيد. اقرأوا التوحيد، واقرأوا العقيدة السليمة الصحيحة الصافية، واتبعوا منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة والسلف الصالح. لا يضحكن، أنا أخاطب النساء، لا يضحكن عليكن هؤلاء المجانين، هؤلاء مخانيث الدجل. اللهم إني بلغت، فاللهم اشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.